يا دكتور، هي القهوة مفيدة لمرضى القلب والضغط المرتفع ولا تضر مريض القلب وترفع الضغط عند مرضى الضغط المرتفع؟ السؤال ده محير ناس كتير وانا اتسألته كتير وجاوبت عليه كتير، بس المرة دي هجاوب عليه في الفيديو ده بعد ما قلت على الصفحة يا جماعة انا نفسي في كوباية قهوة فرنساوي بالكاكاو. فالناس استغربت ازاي قهوة فرنساوي بالكاكاو، فانا هوريكم ازاي قهوة فرنساوي بالكاكاو. واحنا وبنعملها هندردش كده وهنحكي في موضوع القهوة وفوائدها والكاكاو وفوائده، وهل هما الاتنين بيأثروا على الضغط مرتفع مرضى القلب ولا ما بيأثروش؟ هل هما مفيدين لمرضى الضغط والقلب ولا مضرين ليهم؟ ادي يا جماعة طريقة عمل القهوة الفرنساوي بالكاكاو عشان محدش يستغرب كتير. انا بحط المكونات بتاعتي عادي. بجيب الاول البن بتاعي عشان ما اكبش من بره، معلقه ومعلقه كاكاو مش مكومه قوي، والسكر بتاعي حسب الطلب. انا عامه بحب معلقه ونص سكر، فادي معلقه وادي نص. هبقى انضف ورايا ما تقلقوش. كده انا حطيت مكونات القهوه، وهحط في الاخر اللبن. يعني الكنكه دي المفروض هتعمل لي كوبايه. نولع النار ونبدأ نقلب لحد ما الكاكاو يبدأ يدوب. الكاكاو والقهوة يبدأوا يدوبوا، عشان انا حاسس ان اللبن قل شوية، بس هنزوده مش مشكلة. وخلينا دلوقتي واحنا بنعمل نتكلم عن القهوة والكاكاو، هل هم مضرين ولا مفيدين؟ بصوا يا جماعة، عشان بس نبقى فاهمين الاول، القهوة بتبقى من المواد اللي اسمها CNS stimulant. CNS stimulant يعني ايه؟ CNS يعني Central Nervous System، يعني الجهاز العصبي المركزي بتاعك اللي هو بيتحكم في كل الجسم. Stimulant يعني محفز. يعني القهوة من الحاجات اللي بتحفز الجهاز العصبي المركزي بتاعك. هتحفز يعني هتعمل ايه؟ يعني هتزود عدد ضربات القلب، هترفع الضغط، هتفوقك وتخليك اليرت كده وفايق على طول، مش عارف تنام، هتديك طاقة وهتديك نشاط وهتساعدك على التركيز لو انت بتعمل حاجة محتاجة تركيز او انت سايق. هتديك حاجات او فوائد حلوة جدا جدا. طيب انا قلت انها CNS ستيمولانت وبالتالي انها هترفع الضغط وهتزود عدد ضربات القلب، يبقى كده منطقيا على حسب كلامك يا دكتور انها هترفع الضغط لان عدد ضربات القلب زادت وفي نفس الوقت ده بالتالي هيرفع الضغط بتاع القلب. طيب انا معاك، حلو الكلام قوي. بصوا يا جماعه، القهوه لو انت استخدمتها بشكل كتير اكتر من 4-5 كوبايات في اليوم، انا هزود لبن شويه عشان حاسس اللبن قل، اكتر من 4 أو 5 كوبايات في اليوم، القهوه كده هترفع لك الضغط اكيد. ماشي، لان القهوه هتزود عدد ضربات القلب، وبالتالي لما عدد ضربات القلب بتاعك بيزيد هيرفع الضغط. لكن انت لو استخدمتها مره او مرتين في اليوم، كوبايه او فنجان او فنجانين في اليوم، مش هيأثر على الضغط او على عضله القلب. بالعكس، القهوه مفيده جدا لعضله القلب وكمان بتساعد على نزول الضغط، ولكن لو استخدمتها في حدود، لو استخدمتها بمعدل فنجانين في اليوم، 3 بالكتير قوي. اذا القهوه هتنزل الضغط، والقهوه مفيده لعضله القلب. وناخد بالنا كمان ان القهوه مش مجرد كده بس، القهوه بتقلل من الدهون الضاره اللي في الدم، والقهوه بتقوي عضله القلب.
ماشي. هندخل في موضوع تاني، القهوة مضرة في ايه تاني؟ القهوة مضرة في موضوع الكالسيوم بالنسبة للناس اللي بتعاني من هشاشة العظام. فأنا أقول لك القهوة هتضر، هتأثر معاك على موضوع هشاشة العظام، لأن القهوة بتعمل حاجتين اتنين. القهوة عشان احنا قلنا سي ان ستيمولانت، بتزود كل حاجة في الجسم، معدل ضربات القلب، بترفع الضغط وي 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 والحاجات دي، وبتفوقك وي وي، بتزود معدل إضرار البول. يعني عندك يعني القهوة بتبقى مضره للبول، ومنطقيا طالما هي مضره للبول على فكره يبقى هي بتنزل الضغط، بس الكلام ده زي ما قلت لكم لو شربتوها في حدود. وعشان هي مضره للبول، القهوه او الكالسيوم اللي انت بتاخده في اكلك بيخرج مع كتره البول اللي بيخرج من جسمك، وبالتالي يبقى انت بتفقد الكالسيوم اللي انت او اللي موجود في جسمك. هتقول لي طب يا دكتور، طب ما انا باكل وبشرب لبن وي 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 ومش محتاج الكالسيوم، انا باكل وبعوض. ايوه يا سيدي، ما انت خلي بالك ان الكافيين برضو اللي في القهوه من ضمن الخصائص بتاعته ان هو بيمنع امتصاص الكالسيوم من المعده. يبقى انت لما بتشرب قهوه كتير، يا جماعه القهوه قربت تخلص، انا بقلبها كتير عشان الكاكاو فيها يدوب، لان الكاكاو في الغالب ما بيدوبش بسهوله. يبقى انت لما بتشرب قهوه كتير انت بتمنع امتصاص الكالسيوم من المعده من الاكل بتاعك، وفي نفس الوقت بتزود اخراج الكالسيوم، يبقى لا في كالسيوم داخل، وفي نفس الوقت الكالسيوم اللي معاك بيخرج بكميات كبيره. اذا القهوه كترها مش حلو بالنسبه للناس اللي بتعاني من هشاشه العظام. القهوه بدات تفور يا جماعه، انا مستني بس تقلب او الوش يقلب عشان يديني وش. هي بتعمل وش على فكره يا جماعه، وعلى فكره طعمها جميل جدا جدا جدا، لو جربتها مره هتدعي لي ومش هتبطل. وفي شركات كبيره منزله قهوه بالكاكاو، يعني ده مش اختراع من عندنا فقط. هو الوش ما قلبش بس، خلاص كده هتفور. شكرا. ادي يا جماعه فنجان القهوه بالكاكاو بتاعي، جربوها هتلاقوها في منتهى اللذاذه والجمال. خلي الكوبايه هنا واحنا بنتكلم. طيب القهوه بتزود او بتقلل الكالسيوم، بتقلل معدل الامتصاص وفي نفس الوقت بتزود اخراجه من الجسم. اذا القهوه مش مفيده، عندهم مشاكل في هشاشه العظام او بيعانوا من نقص الكالسيوم. القهوه يا جماعه ما تتشربش لا على الريق ولا تتشرب بعد 5 العصر. القهوه لما بتتشرب على الريق زي ما انا قلت سي ان اس ستيمولانت، يعني محفز لجهازك العصبي، وبالتالي بيزود افرازات المعده الحامضيه، وبالتالي هيزود التهابات المعده. وبالاخص لو انت شخص من الاشخاص اللي عندهم جرثومه المعده او بتعاني من اي نوع من انواع التهابات المعده، الموضوع هيزداد سوءا معاك وهتندم. القهوه نشربها بعد الوجبات. وليه بقى ما نشربهاش بعد الساعة 5؟ لأن القهوة زي ما أنا قلت برضو سي ان اس ستيمولانت، فالقهوة هتخليك تسهر. لو شربتها الساعة 8 أو 9 بالليل بالتالي أنت مش هيجيلك نوم بالليل، فآخر ميعاد للقهوة بيبقى الساعة 5. وكمان خلي بالكم عشان احنا قلت القهوة مضرة للبول، فبالتالي لو شربتها في وقت متأخر هتخليك رايح جاي على الحمام طول الليل، مش هتعرف تنومك كويس. يبقى منها لا هي بتخليك تنام، وفي نفس الوقت هتخليك رايح جاي على الحمام كل شويه تصحى من النوم تعمل حمام، لانها مضره للبول. والكلام اللي انا بقوله ده بقوله في الكميات الكبيره. طيب الكاكاو اللي موجود في الفنجان اللي انا عملته ده، انا مسميه مشروب الطاقه على فكره، لان الفنجان ده رائع جدا. الكاكاو برضو بيقوي من عضله القلب، وبرضو بيقلل من الدهون الضاره في الجسم، وبالتالي هو صحي جدا لعضله القلب. واللي ما تعرفوش ان الكاكاو غني بالزنك، والكاكاو بيزود تدفق الدم للمناطق اللي هي بنسميها الاعضاء التناسليه عند الرجال وعند السيدات، وبالتالي ان هو هيزود الرغبه الجنسيه، على عكس ما الناس فاكره ان الكاكاو بيهدي الاعصاب فبيرخي الاعصاب فبيبوظ المواضيع دي. لا، الكاكاو بيزود الرغبه الجنسيه يا جدعان. هو ممكن يعمل لك مود حلو، لان الكاكاو بيحسن المزاج بصفه عامه. فلما تحط الكاكاو مع البن او مع القهوه، المشروب ده رائع جدا ومفيد جدا. لو شربته مرتين في اليوم هيبقى او هتاخد فوائده وهتبعد عن اضراره.
نجرب الفنجان ده يا جماعه وقولوا لي رايكم، عجبكم ولا ما عجبكمش. على فكره ممكن تستبدلوا الكاكاو بمكعب شوكولاته او مكعبين شوكولاته، وطبعا هنقلل السكر، تبقى الشوكولاته مسكره لوحدها. الناس اللي بتعاني من الضغط مرتفع او امراض القلب الغير مسيطر عليها ما تاخدش او ما تشربش القهوه الا لما ترجع للدكتور بتاعها الاول، عشان في بعض الحالات بيبقى الموضوع فعلا صعب اننا نسيطر على الضغط، او الضغط فعلا مش بيستجيب بسهوله للادويه، فمحتاجين ننظم حياتنا اكتر وننظم تناولنا من القهوه اكتر. فما تاخدش القهوه غير لما الدكتور يسمح لك بكده. اشوفك على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.